يلا نعمل الكيكة العادية خالص، كيكة الفانيليا أو اللي بنقول عليها كيكة ماما، اللي بنحب ناخدها مع الشاي واللي بتكون في صينية مدورة. الكيكة الكلاسيكية العادية جدا. هتشوفوا الطريقة وهتشوفوا الخطوات وتعرفوا ازاي بنطلعها باللون الفاتح الحلو ده وبالقوام الحلو ده. يلا نبدأ على طول. هنحتاج 4 بيضات وكوباية من السكر ومعلقة من الفانيليا، وهنخلط الخليط ده كويس جدا جدا لغاية لما لونه يبقى كريمي فاتح خالص، وهو ده السر ان الكيك بيكون لونه فاتح وبالقوام ده. هنعرف امتى ان هو جهز لما لونه يبقى كده، ولما يتقل ونعمل علامة 8 ما تختفيش على طول. بعد كده هننزل بعصير ليمونتين، والإضافة دي حقيقي بتفرق جدا في الطعم، ونص كوباية من الزيت، وهنقلب. وفي المرحلة دي احنا خلاص بنوقف استخدام المضرب الكهربائي وبنشتغل بسباتشيلا. بعد كده هنضيف 3/4 كوباية زبادي أو معلقتين كبار من الزبادي، ونص معلقة كبيرة من الخل، وهنقلب. وبعد كده نبدأ نضيف المكونات الجافة اللي هي بتكون عبارة عن كوبايتين من الدقيق متشال منهم معلقتين، وبدل المعلقتين دول هنحط معلقتين من النشا. بقى كوبايتين الدقيق ومنخولين طبعا، ودول معلقتين كبار من النشا، ورشة الملح، وحوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنقلب الخليط الجاف ده بالويسك، والويسك دي بتعتبر نخلة تانية للدقيق، يعني كأننا بننخله مرة تانية. بس كده هنضيف بقى المكونات الجافة للخليط السائل، ونخلي بالنا ان احنا نقلب في اتجاه واحد علشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه لما ضربنا بالمضرب الكهربائي. وانا بفضل ان احنا نستخدم الويسك او المضرب السلك علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق، لان لو الدقيق ما دبش كويس بيبقى النتيجة مش حلوة، وبيبان قطع من الدقيق بعد كده في الكيك، فبيبقى مش لطيف خالص. هنقلب كويس وناخد وقتنا خالص، ما نستعجلش لغاية لما نخلص الكمية كلها. وده بيكون قوام الخليط قوام كريمي وما بيكونش خفيف قوي، وده بيكون شكله النهائي. هنبطن الصينية. انا استخدمت صينية مدورة، بس انتوا هتلاقوا في اخر الفيديو برضو استعملت صينية كيك مفتوحة عشان تشوفوا الشكلين. بتتبطن بالزيت والدقيق، تتبطن كويس، وبنضيف الخليط وبيدخل فرن على نار، طبعا الفرن يكون سخن من قبل وعلى نار متوسطة على الرف اللي في النص. وبعد أول 25 دقيقة بنبدأ إن احنا نشوف الكيك ايه أخباره، استوى ولا لسه. وبس كده. طبعا لازم نسيبه يهدى تماما قبل لما نقطعه، بس اهم حاجة ان احنا نقلبه على راك من السلك علشان ياخد وقته تماما ويبرد. وبعد كده بيتقطع لما يكون هدي وبرد خالص عشان ما يفرولش وما نحسش ان هو في حاجة غلط، يعني لو اتقطع وهو سخن مش هيكون مظبوط. وبس كده. شوفوا بقى كده شكل قطعة الكيك وهي طالعة لونها عامل ازاي، ارتفاعها حلو قوي. عايزة اقول ان انتوا ممكن تستخدموا مقاس اصغر ويكون الجوانب اعلى، فبالتالي تطلع اعلى. دي كانت جوانب الصينية مش عالية قوي. في اخر الفيديو هتلاقوا ان انا برضو استخدمت صينية تانية عشان تشوفوا ارتفاع الكيك، فانتوا ممكن بتتحكموا في الحتة دي ان انتوا تصغروا مقاس الصينية وتعلوا الجوانب، او تكون الجانب الصينية نفسه مرتفع. بصوا شكلها حلو جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ويا ريت استنى تطبيقاتكم واستنى رايكم وتقولوا لي عجبتكم ولا لا. ولكن عن تجربه، عن كل اللي جربوها عجبتهم قوي. عايزه اقول كمان ان عصره الليمون اللي احنا حاطينها بتدي طعم حلو قوي ونكهه لطيفه جدا للكيكه. ادي التقطيعه التانية او ادي الصينيه التانية، وده شكل الكيك برضو. يا رب تعجبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.